السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو المهم لكل من يريد أن يبدأ مشروعا تجاريا برأس مال قليل وأرباح كبيرة. اليوم سنتحدث عن موضوع يسأل عنه آلاف الناس كل يوم: أين أجد أماكن بيع الجملة الموثوقة في مصر والوطن العربي؟ وكيف أحصل على البضاعة بسعر يمكنني من البيع وتحقيق ربح قد يصل إلى 100% كما رأيتم في مثال مشروع التمر السائل من البيت؟ فنبدأ على بركة الله. أولاً، لماذا البيع بالجملة هو مفتاح الربح؟ قبل أن نذهب إلى الأماكن، لابد أن نفهم المبدأ. عندما تشتري بالجملة، فأنت تشتري كمية كبيرة مباشرة من المستورد أو المصنع أو التاجر الكبير. هذا يعني أنك تحذف الوسطاء، وتحصل على سعر أقل بكثير من سعر التجزئة. مثال بسيط: كيلو التمر المجدول يباع للمستهلك ب120 جنيها، ولكنك إذا اشتريته من السوق بالجملة قد تحصل عليه ب40 جنيها للكيلو. إذا قمت بتعبئته وبيعه أنت، فربحك يتجاوز 100%، وهذا هو سر مشاريع التعبئة والتغليف التي تراها تنجح بسرعة. ثانياً، أهم أماكن بيع الجملة في مصر. مصر فيها أسواق عريقة متخصصة في الجملة، وهذه هي أهمها. سوق العتبة بالقاهرة هو أقدم وأشهر سوق للجملة في مصر. تجد فيه كل شيء: ملابس، أحذية، أدوات منزلية، لعب أطفال، أدوات تجميل. السر هنا هو المفاصلة. لا تشتري من أول تاجر. لف على 3 أو 4 محلات وقارن بين الأسعار. منطقة الموسكي وحارة اليهود متخصصة في الإكسسوارات، الذهب الصيني، الإضاءة، ومستلزمات العرس. الأسعار هنا مناسبة جدا للبدء بمشروع أونلاين على فيسبوك وإنستجرام. سوق باب الشعرية مهد تجارة الأقمشة والملابس بالجملة. إذا كنت تفكر في مشروع ملابس أونلاين، فهذا هو مكانك. تجد فيه مصانع تبيع لك بالقطعة من أول قطعة، وهذا مهم للمبتدئين. سوق الغورية متخصص في الخيامية، المفروشات، والمنتجات التراثية. منتجاته مطلوبة جدا في السياحة والهدايا. مدينة نصر والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر. هذه المناطق فيها مناطق صناعية كبيرة. المصانع هناك تبيع مباشرة للتجار. مثال: مصانع تعبئة التمر والعصائر والمعلبات موجودة في مدينة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. الذهاب إلى المصنع مباشرة يعطيك أفضل سعر ممكن. ثالثاً، أماكن الجملة للمنتجات الغذائية والتمر. بما أن صورة الفيديو عن التمر، فلنتوقف هنا قليلاً. سوق العبور للخضر والفاكهة هو أكبر سوق جملة للخضر والفاكهة والتمر في مصر. يأتي إليه التجار من كل المحافظات. الأسعار هنا يومية وتتغير حسب المعروض. مناطق الواحات مثل سيوة والواحة البحرية والوادي الجديد. هذه المناطق هي مصدر التمر الأصلي. الشراء مباشرة من المزارع هناك يعطيك جودة عالية وسعرا لا ينافس، ولكنه يحتاج إلى كمية كبيرة ونقل. مصانع تعبئة التمر: كثير من المصانع في الصعيد تقدم خدمة التصنيع لدى الغير. أنت تعطيهم التمر والتغليف، وهم يقومون بالتعبئة والتعقيم لك بسعر محدد. رابعاً، كيف تجد أماكن الجملة وأنت في بيتك؟ ليس كل الناس يستطيعون السفر إلى القاهرة، لذلك هذه هي الطرق الحديثة. منصات التجارة الإلكترونية: موقع جملة JUMIA هولسيل وسوق كوم. الآن أمازون. موقع علي بابا للاستيراد من الصين. موقع مصريات وميدان للمنتجات المحلية. مجموعات الفيسبوك: ابحث عن مجموعات باسم تجار الجملة في مصر، مستورد الإكسسوارات، مصنع التمر. كثير من التجار الكبار يعرضون بضاعتهم هناك. معارض التجارة مثل معرض نبيع مصر ومعرض تريد فير. هذه المعارض تجمع المصنعين والتجار في مكان واحد. هي فرصة ذهبية للتفاوض وأخذ عينات. خامساً، نصائح ذهبية قبل أن تشتري بالجملة. لا تتسرع. اسأل عن 5 تجار على الأقل قبل أن تقرر. اطلب عينة. لا تشتري كمية كبيرة قبل أن ترى الجودة بنفسك. اتفق على سياسة الإرجاع.
ماذا لو كانت البضاعة تالفة؟ احسب تكلفة النقل. أحيانا السعر الرخيص يلغيه سعر الشحن العالي. ابدأ صغيرا، ابدأ بكمية صغيرة، جرب السوق، ثم كبر حجم طلبيتك. سادسا، مثال عملي، مشروع التمر السائل. لنأخذ مثال الفيديو الذي ظهر لكم. التمر يشترى من سوق العبور أو الواحات بسعر الجملة. يتم نزع النوى وخلطه وتعبئته في منزلك. التغليف يشترى من حارة اليهود أو المسكي بسعر رخيص جدا عندما تشتري 1000 قطعة مثلا. تبيع العبوة ب5 جنيها، وتكلفتها عليك 15 جنيها. هذا يعني ربحا صافيا 35 جنيها في العبوة الواحدة. المفتاح هو التسويق. صور منتجك بشكل جيد، واعمل إعلانا ممولا ب100 جنيه في اليوم، وسترى النتيجة. الخاتمة. في النهاية، أماكن بيع الجملة موجودة في كل مكان. الفرق بين الناجح والفاشل ليس في المكان، بل في المعلومة والجرأة على البدء. لا تنتظر رأس مال كبيرا. ابدأ ب2000 جنيه، اشتري بهما بضاعة بالجملة، بيعها، ثم أعد استثمار الربح. هكذا تكبر التجارة خطوة خطوة. إذا كان هذا الفيديو قد أفادك، فلا تنسى أن تضغط لايك وتشترك في القناة. واكتب لي في التعليقات ما هو المنتج الذي تفكر في بيعه بالجملة. سأرد عليك وأقول لك أين تجده بأفضل سعر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.